أحلى وأطعم وأسهل وأرخص كفتة مشوية ممكن تدوقوها هي كفتة الفراخ. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. على نص كيلو من صدور الفراخ المفرومة هنزل بفلفل رومي أحمر وأخضر وأصفر عصرته كويس جدا من المية بتاعته، وهنزل ببصلة صغيرة عصرتها من المية بتاعتها، وفصين 3 من الثوم فرمتهم، ودهون فراخ مفرومة وكزبرة وبقدونس. هاخد الورق بتاعهم واغسلهم وانشفهم واضيفهم على الخليط واقلبه كويس قوي، واضيف البهارات بتاعتي بابريكا مدخنة وملح وفلفل اسود وشوية شطة وجنزبيل مطحون وسماق وكاري وبهارات فراخ وثوم وبصل بودرة وحبهان مطحون. الخلطة دي مع كفتة الفراخ بتيجي طعم في منتهى الجمال. هخلطهم كويس جدا مع بعض وهفرمهم في الكبة علشان يتجانسوا تماما ويكونوا بالقوام ده، وهضيف عليهم 3 معالق من البقسماط المطحون واقلبهم كويس جدا، وهنزلهم في بولة اصغر واغطي عليها وادخلها التلاجة ليلة كاملة او على الاقل 4 ساعات. ولما تخرج من التلاجة هبدأ اشكلها. مش قادرة اقول لكم قد ايه ريحتها جميلة. ممكن بدل دهون الفراخ نضيف دهن ضاني. ولما هخلص تشكيل كل كمية الكفتة على الأسياخ هدخلها التلاجة لمدة ساعة بدون ما اغطيها عشان الكفتة بتاعتي تشمع. ولما تطلع من التلاجة هكون سخنت الجريلا بتاعتي وضفت مية البصل على مية الفلفل الرومي، وضفت عليهم بابريكا مدخنة وفلفل اسود وملح ومعلقة كبيرة من الزيت، وقلبتهم كويس جدا مع بعض عشان ده الكفر اللي انا هادهن بيه الكفتة بتاعتي وهي بتتشوي. بتديها لون حلو جدا وطعم ولا اروع، وكمان بتخلي الكفتة بتاعتي ما تنشفش وهي على الجريلا. هبدأ احط الاسياخ بتاعتي على الجريلا وادهن الخليط بتاعي، وكل ما اقلب الكفتة على جنب هدهن بالخليط لحد ما تستوي الكفتة كلها. هنزلها على فرشة من البقدونس والكزبرة. مش قادرة اقول لكم ريحتها قد ايه جميلة وطعمها حقيقي حقيقي ولا اروع. ممكن اكلها جنبها بطاطس محمرة او مكرونة بالصلصة او مكرونة بالبشاميل، او ممكن تتعمل سندوتشات. لكن الاكيد ان هي كفتة رائعة، وانها ارخص كتير جدا من كفتة اللحمة، وسريعة وسهلة، وان شاء الله هتحبوها. اتمنى لو عجبتكم الوصفة تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم واسئلتكم في التعليقات، لانها فعلا من الوصفات المتميزة جدا واللي سهل جدا تتعمل وتعجب كل اللي موجودين في البيت. وبالهنا.